أنا بعطيك نصيحة، وصيها كل إنسان يسمعنا. يا أخي سووا لك خبيئة بينك وبين الله ما أحد يراك. ما العمل الصالح اللي أنت مخبيه، ما الخبيئة التي بيننا وبين الله اللي ما حد يدري عنه. كذا بينك وبين نفسك، لا يطلع عليه أحد. ولا حد يعرف عنها أي شيء. الخبيئة هذه وش سرها؟ صمام أمان للقبول. الله سبحانه وتعالى يجعل الأفئدة تأوي إليه. تقول لي يعني أبني مسجد؟ لا 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 لا, لا. ولو استغفار. لو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 10 مرات كل يوم فقط، يمكن يكون ركعتين في آخر الليل، قراءة قرآن. ونطالع الدوام وين عطى فلان. يمكن يكون إنسان أنت فرجت عنه وساعدته ما حد درى. ولو صدقة بينك وبين الله. هذه خبيئة. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا قصة عجيبة. 3 اللي دخلوا باب الغار أغلقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا الخروج فقالوا تعالوا نتقرب إلى الله بأعمالنا، كل واحد يذكر عمل، عمل أخلص به لله سبحانه وتعالى، خبيئة. وهي المنجية الأعمال. فكل واحد يذكر عمل. فقالوا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فرج عنا ما كنا فيه. ففرج الله عنهم. هذا العمل الخفي، لا تحدث به أحد، وانسى، ولا تحدث حتى بها نفسك. سر بينك وبين الله. حد درى ما حد درى لا أنت والله. اعلم أن الله سبحانه وتعالى ما سخر قلوب الناس إلا بخبيئة بينك وبين الله. احمد الله سبحانه وتعالى.